مش عايز اتكلم خلاص هيتكلم بس يلا عشان ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد النهارده المظاهره الكبيره اللي احنا شفناها لاول مره تحصل هنا في مدينه كفر صقر، عمرها ما حصلت بالعالم. علي صوتك يا ريس. الأجواء ديت بالوقت اللي الناس مشيت بيه الانصراف، يعني كانت حاجه ما شاء الله اول مره تحصل، والناس عبرت عن ليها شهيد في المحاكمات النهارده. واهم من ده كل الاتحاد اللي حصل بين السلفيين مع الاخوان مع حزب الوسط مع حمد ابو الفتوح مع محمد حميد صباحي. فاحنا جايبين هنا حضرتك كل واحد ممثل من حمله، عايزين نسمع وجهه نظركم الحكم بتاع النهارده، ايه رايكم في اللي بيحصل؟ الوحده بتاعت حضرتك بتتكلموا عنها اللي حصل النهارده. فنبدا بحضرتك الاستاذ هشام غتوره عن الاخوان المسلمون حزب الحريه والعداله. حضرتك تكلمنا انت بنفسك، انا مش هسال حضرتك تتكلم بالتوكيل النهارده. هو حضرتك الحقيقه يعني الواحد سعيد جدا بعوده هذه الروح للشعب المصري، وده انما يدل على صدق التوجه ووحده الهدف، وان كان هناك خلاف في الوسائل التي ينهجها كل فصيل، ولكن هذا اليوم وما حدث فيه بيؤكد ان الشعب المصري هذا شعب اصيل، وانه هو شعب لم يقف ابدا ليقف ضد ثورته، وانما هذا الموقف اليوم وحد كل فئات الشعب المصري. والحقيقه انا سعيد جدا جدا بوحده هذا الشعب وبهذه الروح التي لم اعهدها منذ ثوره 25 يناير في الميدان. فهذه الروح دبت من جديد، ونسال الله سبحانه وتعالى ان تستمر هذه الروح في الشعب المصري حتى نوحد مره اخرى، وينسى كل منا يعني حزبيته، وينسى كل منا خلافه، وننصهد جميعا في بوتقه واحده هي بوتقه الثوره وبوتقه الشعب المصري. يعني حضرتك النهارده شايف برؤيتك ان حضرتك كممثل الاخوان المسلمون كان معاك حزب الوسط منافس، يعني يعتبر منافس ليك، معاك حزب النور او سفير المشاركين بصفه شخصيه نعم، بس الروح اللي كانت بينه وحمله حمدين صباحي الروح اللي بينكم ديت اول مره تحصل بالطريقه ديت. انت التزمتوا بعدم رفع اي شعارات فئويه، كله التزم بروح الثوره، بس تفتكر ايه السبب لكده؟ هل اتفقتوا قبل ولا هي كانت والله هي كانت يعني شيء عفوي تلاقت فيه جميع الافكار، يعني كل ما اكلم اي حد من اي حمله الاقي هو سابقني وبيشتغل في الشارع. والحقيقه هذا التوحد يعني كل على الفيسبوك وعلى الدعوه والمشاركه من كل الحملات تقريبا احنا قابلنا بعض، احنا الكل في منتصف الطريق. الاستاذ اشرف العزاوي ممثل عن حمله الدكتور عبد المنعم مفتوح، حضرتك النهارده بعد ما الدكتور عبد المنعم خرج من سباق الرئاسه مالكش اي مصلحه النهارده ان انت تحضر او لك اي مصلحه في سباق الرئاسه اللي جاي غير المصلحه الوطنيه. هي مصلحه وطنيه. حضرت النهارده، عايزك انت تعبر عن رايك، انا مش فاهم عنك، تعبر انت ليه نزلت النهارده وايه السبب ان انت تتحكم مع الاخوان المسلمين؟ انا فكره الاتحاد مع اي فصيل سياسي فكره دايما موجوده عندنا، بس الفكره النهارده بالذات لها خصوصيتها ان احنا فوجئنا باستخفاف بعقول المصريين باحكام غريبه مش معهوده، باحكام ما كناش نتخيل انها بالشكل ده. الاغرب ان احنا فوجئنا ببراءة عتاد الإجرام في مصر، فده خلانا اوتوماتيك من غير أي دعوات من غير أي حاجة خالص نشعر أن الشارع والميادين هي الأساس لتوحد صفوفنا ولإعادتنا مرة أخرى إلى يوم 25 يناير. يعني النهارده حضرتك كنت مشارك بصفة شخصية ولا بصفة إن أنت من حملة أبو الفتوح ودوت الحملة ككتلة نزلت النهارده؟ والله حملة أبو الفتوح فصيل وطني يرى أن المصلحة الوطنية لابد أن نقف في وجه الذين يريدون إعادة إنتاج النظام مرة أخرى. يعني حضرتك كنت مشارك كحملة النهارده؟ أنا مشارك، إحنا كحملة اتخذنا قرار من في البداية خالص إن إحنا عندنا هدف واحد فقط لا غير، هو أن ننصر الثورة، أن نعيد للثوار كرامتهم ونعيد للثوار حقهم المسلوب. وتخيل بقى يأتي هذا الحكم الجائر يعيد مرة أخرى، يعيد لنا توحيد صفوفنا مرة أخرى. الغريب إن أنا شفت النهارده الناس كانوا
خيارهم المقاطعه بالنسبه للانتخابات مش بالنسبه للوجود في الشارع. النهارده اعلنوا بكل قوه وبكل شراسه انهم سيقفون في وجه الفلول ومع الدكتور مرسي ليقضوا تماما على فكره. تفتكر ان سبب الحكم النهارده بدل ما يبقى في مصلحه شفيق والفلول عمل رد عكس فعل عكسي وخلى حتى اللي كان عايز يقاطع هيشارك في الفلول؟ فعلا الحكم النهارده، وانا دايما اقول ان هذه الثوره ما كان لها ان تنجح الا بغباء الاخرين. غباء الاخرين اليوم موقعة الجمل بعد ما الناس ركنت الى خطاب المخلوع واعتقدت ان المخلوع قد يعني كسب تعاطفا عند مجموعه في الشارع، لكنه جه الفعل الغبي بتاعهم في يوم الاربعاء موقعة الجمل خلى الناس ترجع تاني. الاستاذ خالد الجزار من حمله الدكتور سليم العوا، وانا شايف ان حضرتك النهارده من اكتر الناس المتحمسين ومن اول الناس اللي اشتغل في الموضوع النهارده. فعايز اعرف برضه حضرتك نازل بصفه رسميه ولا بصفه شخصيه وايه الدافع المشاركه؟ قبل ما نتكلم بصفه شخصيه او بصفه رسميه، احنا في ازمه. احنا موجودين النهارده في ازمه، الازمه دي مش هتتحل الا اذا رجع الصف تاني، اذا اتوحد الصف تاني. اذا ما اتوحدش الصف، اذا ما اجتمعناش تاني، ما بنتكلمش على مرشح، ما بنتكلمش على انتخابات، احنا بنتكلم على بلد دلوقتي في ازمه لازم نخرج منها عن طريق ان كل القوى السياسيه اللي موجوده وكل الفصائل السياسيه اللي موجوده لازم تتوحد. يعني انت شايف ان الحل الامثل توحد ذوبان كل لا مش ذوبان، مش في الوقت الحالي بس، مش ذوبان في العمل، ذوبان في العمل، اتحاد في العمل على شيء واحد بس، هو اسقاط النظام القديم كامل بكل. انت شايف ان الحكم النهارده فيه فرصه او بيدي فرصه ان الحكم النظام القديم ممكن ينجح؟ ده بالتاكيد الاحكام ما فيهاش اي نوع من انواع الاتهامات للنظام القديم. يعني الحكم اللي صدر النهارده ما فيهوش اتهام للنظام القديم، دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا في محاوله لتصحيح اخطاء الثوره اخطأت في البدايه، اخطاء معينه ومعروفه، لازم نصحح هذه الاخطاء. طب حضرتك كنت مشارك بصفه رسميه ولا بصفه شخصيه؟ لا بصفه رسميه. بصفه رسميه، يعني برضه حمله سليم العوا مشاركه. الاستاذ ماجد من حمله حمادين صباحي برضه الحمله كانت موجوده بشكل قوي النهارده في التنظيم وفي التامين والمسير. عايز اعرف راي حضرتك نازل برضه بصفه رسميه وايه رايك في اللي حصل النهارده وشايفه ازاي؟ انا نازل بصفه رسميه بصفه شخصيه. قبل ما اتكلم عن عايز بس اوضح المسلسل خالد زي ما قال النهارده حقيقي انا شايف ان هو لحظه ما حدث اليوم هو اضافه جديده للثوره المصريه. معنى اعتقد ان احنا على اعتاب مرحله جديده شفنا النهارده بالنسبه للثوره، وهي اعاده الوئام واللحمه من جديد لاطراف الوطن. ما يهمني امر ان احنا علينا ان ندرك جميعا اللحظه التاريخيه اللي احنا موجودين فيها النهارده، مش بس ان احنا نتكلم عن انتخابات مرشح ابراهيم، لكن ان احنا ندرك لابد من وحدتنا مره ثانيه، ان احنا نتحد كيان واحد من اجل تحقيق اهداف الثوره، لان الانتخابات في حد ذاتها ليست غايه ولكنها وسيله انا اراها النهارده خطر ايضا ان لازم نحقق اهداف الثوره. شايف حتى الانتخابات مهدده ان هي ممكن تمشي بصوره كويسه، مع ان انت حتى مش مالكش اي دور فيها دلوقتي، بس انت اللي يهمك دلوقتي المصلحه الوطنيه. شايف الانتخابات في قطر وان ممكن يحصل عوده للنظام القديم. أزمة إن إحنا لابد إن إحنا نتكاتف كلنا ونحط فكرة عامة لمشروع وطني جديد يخدم مصر. مش مهم مين اللي هيبتدي بيه، مش مهم مين اللي هيتحرك بيه، المهم إن إحنا نشتغل عليه بأي شكل. الدكتور خالد بحيري امين شباب حزب الوسط هنا في مدينه كفر صقر، وبرضه من الناس النشطه هنا واللي كان مشارك بصفه رئيسيه في الوزاره النهارده. حابب اسمع وجهه نظرك كشاب ثوري ومن شباب الميدان وشاب سياسي حزبي
طيب انا شايف ان النهارده ايه الشكل بتاع النهارده ده، شايف ازاي ولا تمثل لك كلمه عن طبعا هو طبعا حزب الوسط هو الحزب الذي دفع بقانون العزل رساله قانونيه ودستوريه بعد ما تم رفض الوضع عليه. تيجي لجنه الانتخابات المشهور فيها هي تؤج القانون اصلا، رساله قانونيه ودستوريه. والنهارده حصل رساله قانونيه ثانيه يحكم على مبارك في العدل نص حكم ذات نفسه يحمل الطلاق ان المساعدين خدوا براءه ومبارك وحب العدلي خدوا مؤبد. يعني الاستاذ عصام سلطان النهارده في تصريح مشهور قال ان الحكم اذا في حاله من حالات النقد هياخد براءه من اول جلسه من غير محاكمه، يعني من غير محاكمه. هذا الحكم لو حل للنقد مبارك والعدلي براءه. في التصريح الرسمي للاستاذ عصام سلطان نائب رئيس الحزب شايف ان الحكم النهارده فيه تناقض لدرجه انه ممكن يطلع الاثنين المتهمين براءه او المدانين براءه من غير محاكمه، ياخدوا براءه من اول جلسه من غير محاكمه لو حلوا للنقد. طبعا هناخد على النهارده فالكتير بناخد على الحكم النهارده. ثاني شيء طبعا بالنسبه لانتخاب المشرفين والدكتور مرسي، احنا قلنا من الاول خالص على مستوى الوسط وعلى مستوى كتابنا وجزء من حل المفتوح، قلنا ان مش في حاجه اسمها اختيار المشرفين مرسي، احنا مرسي. مش في حاجه اسمها ده ثوره حتى ما فكرتش ثوره ولا ثوره. يعني حتى واحد صاحبي بيسالني احنا لينا خلافات مع الاخوان، لينا عتاب على الاخوان. يعني هو بيسالني سؤال يقول لي انت بتدرس قلت له ده مش سؤال، يعني مش ده مش سؤال، مش اسالني كده يعني ده ثوره ولا ثوره. واحد كان شريك واختلفنا معاه شويه بس هو في الاخر كان شريك في الثوره. مفيش حاجه اسمها سؤال حقيقي شفيق او شفيق ولا مرسي، هو مرسي. فكره رئيسيه ان حتى المهندس ابو العلا اعلنها منذ اللحظه الاولى ان احنا استحاله نشرك، بس الفكره ان الاخوان تغيير لهجه، تغيير اسلوب، مشاركه اكثر في الحكم من قبل المجتمع كله، لان هم مقتنعين جيدا انهم مش هيقدروا يشيلوا الليله دي كلها في الوقت ده. والحقيقه ان خطاب الدكتور مرسي الاخير المؤتمر الصحفي ليه اظهر تغيير لهجه واسلوب يا جماعه الاخوان. والنهارده الحكم النهارده وعسى ان تكرهوا الله يعني في وعسى ان تكرهوا هو وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. النهارده الحكم لم الصف الوطني الثاني وعسى ان هو يخلق حاله اصطفاف وطني حول جماعه الاخوان المسلمين وتنجح في الفتره الجايه باذن الله. يعني انت بتتكلم ان انت شايف مقتنع ان خطاب الدكتور مرسي وده هنرجع له تاني مع ممثل الاخوان، شايف ان هو الخطاب بتاعه كافي ان هو يطمنك ان انت تأيده، انت اصلا مأيده من غير ضمانات. انت شايف ان خطابه دوت كافي القوى الوطنيه بحيث ان هو يجمع الشمل تاني ويحط الثوره في الطريق الصحيح تاني. لا لهجه الاخوان واسلوب الاخوان تغير. حسيت بده النهارده لا مش حتى مش مشاركه من خطاب الدكتور مرسي. انت بصفه شخصيه وانت والنهارده مشاركه الاخوان منذ اللحظه الاولى في الاحداث بتبين حاسس ان دوت رجعهم تاني لصف الثوره تاني. الاسلوب تغير خالص والضمانات انا شايف ان هي ممتازه جدا. نعمل خلاص. الدكتور عادل الشحات بصفه شخصيه مش